اوضه النوم التانية اللي موجوده في البيت تجيبها شبابي ولا اطفالي؟ في الاول ايه الفرق بين الاوضتين؟ الاختلافات بسيطه جدا: حجم الدولاب ووجود تسريحه او لا. يعني ايه؟ يعني حجم الدولاب في الاوضه الاطفالي او زي ما المعارض بتقول عليها اطفالي بيبقى 150 سم، اما حجم الدولاب في الاوضه الشبابي بيبقى 2 متر. وكمان التسريحه: الاوضه الشبابي بيبقى فيها تسريحه، اما الاوضه الاطفالي بيبقاش فيها تسريحه. الكومود بيبقى عليه مرايه طويله. ومن هنا هنقدر نفرق: لو انا عندي الاوضه تشيل دولاب 2 متر بكمان سريرين كل سرير 120 سم، يبقى نجيب اوضه شبابي، وخصوصا ان الاطفال بتكبر. اما الاوضه عندي لو صغيره وحجمها صغير ومحتاج ان انا اجيب اوضه دلوقتي، يبقى انا محتاج اجيب الاوضه الاطفالي عشان هوفر حجم الدولاب وكمان هوفر التسريحه. وبصفه عامه لو انت عندك اطفال اقل من 5 سنين هيبقى مناسب جدا ليهم الاوضه الاطفالي، بس هم هيكبروا. ولو اكبر من كده يبقى لازم تجيب شبابي، مش عشان المسمى بس، لا كمان حجم الهدوم بتاعتهم بتبقى اكتر، وبالتالي احتياجهم للاوضه والدولاب والتسريحه اكتر، يبقى الانسب ليهم اوضه الشباب. ده كان فيديو سريع بين الفرق بين اوضه الاطفال واوضه الشباب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لليوتيوب، وطبعا تكتبوا كومنت لو عايزين نتكلم عن حاجه معينه جوه البيت، هنتكلم عن كل حاجه جوه البيت. سلام.